لين ايه؟ لو الاولاد الذاكره بتاعتهم ضعيفه شويه او بينسوا بسرعه، وانتوا كمان لو بتنسوا بسرعه، يبقى الوصفه دي ليكم. الحلويات دي من احلى واجمل واخف الحلويات اللي ممكن تعملوها. صحيه لذيذه مليانه فيتامينات، بجد بتقوي الذاكره بشكل مش طبيعي وجميله قوي. بس قبل ما نبدا اشتركي في القناه وتعملي لايك وكومنت. يلا بينا. حاجه وهو المكون الاساسي التمر ده تقدري تشتريه من عند العطار او من عند الحلواني. تمر رطب كده، بتقولي له عايزه تمر رطب، بيجي بالشكل ده. في بيبقى فيه بذر وانت بتشيليه زي اللي قدامك ده، وفي اللي بيبقى من غير بذر. براحتك بقى، عايز تشتري البذر وانت تشيلي البذر، وعايز تشتري من غير البذر براحتك. ده غير ان التمر ده سنة عن الرسول ان احنا ناكل كل يوم 7 تمرات او اي عدد فردي. يلا بقى نعمل قنبلة الوصفات دي. بعد ما نجيب حبة من التمر نشيل البذر بتاعهم، او لو انت جايبة زي ما قلتلك من غير بذر، هتجيبي الكبة تحطي فيه التمر اللي انت فتحتيه ده. وبعد كده بقى حطي كمية الفيتامينات اللي احنا هنحطها دي. شوية من السمسم انا محمصاه، وشوية من اي مكسرات عندك. انا حطيت السوداني سعره كويس ومناسب لكل الناس. عايزة تحطي جوزة هند، اي مكسرات براحتك. عايزة تحطي لوز، فستق، اللي انت عايزاه. بعد كده هتحطي شوية معلقة كده من حبة البركة، مفيدة جدا بشكل مش طبيعي. وبعد كده هنضربه بالكبة. لقيتي ان هو مش راضي يتضرب او خد وقت كبير قوي ولسه ما اتضربش، حطي عليه معلقه مليانه من الميه وشويه بسيطه خالص من الزيت. بعد يتضرب معاكي كويس قوي وهيتفرم تمام. بعد كده بقى اعملي بالشكل اللي انت عايزاه، الشكل اللي انت عارفه ان الاطفال هتحبي تاكل بيه. اعملي كده باشكال عشان الاطفال تاكله. هنكوره ونصبعه. اعملي مثلثات، اعملي قلوب، اعملي نجم، اعملي اللي انت عايزاه. هاتي القوالب اللي بتعمل الاشكال دي وشكلي فيها براحتك. تقدري بقى تغطيها بصوص شوكولاته ابيض او غامقه. تقدري بقى تغطيها بالحاجه الاقتصادي اللي احنا هنغطيها بيها دلوقتي دي. تجيبي شويه من جوز الهند تحطيها على كيس او طبق، وتاخدي الكوره او الشكل اللي انت عاملاه، وتفضلي تقلبيها كده في قلب جوز الهند. بتمسك معاكي على طول. جوزة الهند بتمسك في الطبقة دي وبتفضل ماسكة. بتعمليها بالشكل ده. اعمليها اشكال متنوعة عشان الاطفال بتحب الالوان، وكمان انتي نفسك عينك هتحب الالوان وهتاكليها وتتشجعي انك تاكليها. وكمان تقدري تجيبي سوداني تبشريه او تعملي تفرميه كده في المطحنة وتغطيه بيها. اي حاجة تقدري بيها. يعني احنا عملناها دلوقتي بالسمسم، وعملناها بجوزة الهند، وعملناها بالشوكولاتة البيضاء او بالشوكولاتة الدارك اللي هي الغامقة. تقدري تغطيها باي حاجه انت عايزاها. بصي ميكس الالوان والشكل الخطير يفتح النفس، يشجع الاولاد تاكلوا. عايزه اقولك ان انت اصلا لو حبيتي تشتري الخلطه دي من بره، مش هتبقى بنفس النظافه اللي انت عاملاها في البيت وبنفس الطريقه بنفس الطعم. حلوه وجميله وقنبله فيتامينات يا جماعه بجد. وتنشط، يعني انت دايخه وتعبانه تقليها هتفوقي قوي. وبس كده خلصنا. متنسيش تشتركي في القناه.